السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز فن خدمة ديزل الأصلاح وربطة الرمات والرشاد. رسالة متوجهة أولا للأستاذ منصور شوفرليه، طبعا أستاذنا الكبير وحد طبعا غني عن التعريف. أستاذ منصور شوفرليه وحش الدبابة في مصر. بس في عندنا حتة نقطة كده عايزين نتكلم فيها مع حضرتك، لأن الزبون تعبان. يعني الزبون النهارده تعبان. إيه هو الزبون تعبان؟ حضرتك من أول 2006 لحد 2024 هي المكنه، هي الرشاشات، هي الترومبه، هي كل حاجه. فالنهارده اللي معاه 2006 يروح يعمر زي اللي معاه 2024؟ يعني قطع الغيار واحده. احنا بنتكلم مع حضرتك ما نشتكيش ان في مشكله في العربيات او في مشكله في الشغل، لا انا عاوز النهارده ان انا النهارده كل سنه حضرتك يطلع فيها موديل شكل، يطلع فيها الفونيا غير الفونيا. يعني النهارده انت عامل لي النهارده فواني الدبابه كلها من 2016 لحد 2024 هو نفس الرقم، مفيش ارقام ثانيه. يعني النهارده ده طقم الفواني مثلا بمبلغ، طب ليه ما نخليش الفونيا مثلا كل مكنه تنزل بفونيا شكل على اساس القديم ده ما بقاش عليه ضغط؟ لان انت حضرتك القطع الغيار بتاعتك ما بتتغيرش. يعني حضرتك القطع الغيار بتاعتك ما بتتغيرش، الدبابه كلها واحد والديمكس كله واحد. فطبعا لا، احنا عاوزين حضرتك لما تيجي النهارده بيستم مختلف، فونيا ارقام مختلفه، عشان اللي معاه 24 ما يعمرش زي بسعر اللي معاه 2016 ولا 2019 2017. احنا عاوزين كل سنه حضرتك تنزل المكنه بارقام مختلفه. ليه؟ عشان العجل القديم ده اللي طلع قديم ده خلاص بقى الزبون ما بقاش مستحمل. النهارده العمره بتخش لها ب 50,000، النهارده العمره بتاعت المكنه بتخش لها في 50 60,000 جنيه. ما هو لو في بقى تغيير، مثلا انا نزلت موديل حديث، يعني الاربعه اللي راكب 24 يغرم زي اللي راكب 2016؟ ازاي؟ انا بوصف شغل حضرتك. معاك تلميذك ديزل مصر من نزل بصوص، انا بتاع ترومبا. انا بشوف، انت حضرتك ما بتشوفش، لان انت طبعا بتبيع السياره ما بتشوفش حاجه. احنا بنشوف، يعني احنا هنا بنشوف الزبون والزبون بينزف، والزبون ما تفرحش باللي بامريكا وشكل العربيه، لا احنا عاوزين الكريتيك علاج جر. ما بنشتكيش من علاج جر، بس بنشتكي من الاسعار. يعني احنا بنشتكي هنا من الاسعار، اللي النهارده اللي معاه 2016 زي اللي معاه ال 24؟ لا. يعني حضرتك ممكن مثلا الفونيا النهارده 270 بالقعده، لا ممكن اخليها 250 210 220، بس كل عربيه كلها ليها فونيتها، كل موديل اللي نازل ليه فونيا. يكون مش من اول 2016 لحد 2024 هو نفس الرقم؟ لا طبعا ما ينفعش. فاحنا مش عايزين كده. نرجع بقى لمرجوعنا لاخواتنا الميكانيكيه المحترمين. يا جماعه بالله عليكم بلاش انت راجل تخصصك ميكانيكي تلعب في الترومبه ليه؟ وفي الاخر برضه جاي لي، يعني في الاخر برضه الزبون جاي لي. انت راجل عندك عمره بتلعب في الوش ليه؟ هو الممنوع مرغوب؟ يعني ايه الممنوع مرغوب؟ ولا هو شواق ولا تدوق؟ النهارده يا جماعه تعالوا مع بعض نشوف بقى ايه، نتكلم في المشاكل اللي جايه لنا. طبعا اخونا بتاع الفراخ ده واخد من عندنا ترومبه حل زيرو، وبنديله عليها ضمان سنه. يا فرخه مش جاي الدور الجاي. فطبعا حل الزيرو بتيجي ترومبه بدل زيرو بنعمل لها التعديل، واحنا دلوقتي عملنا لها التعديل اهو زي ما انتم شايفين. ترومبه زيرو هرجع لكم كل حاجه زي ما كانت. اخويا المحترم جاي لي منين؟ ايه؟ احسن ناس سواق وادم انت عندكم الشخه بفلوس. انت واخد من عندي ترومبه ورشاشات صح؟ ولما طلعت وجيت قلت لك ايه مش عاجباني صح؟ فاحنا يا جدعان لله الحمد، احنا هنا ما بنطلعش الشغل لما اكون اي 1. تعال محمد امسك كده. ادي بقى العربيه دي بقى معموله من عندي من سنه. انت يا اسطى اسمه ايه؟ اسمه بس مش هقول اسمه والله. اسمه ايه؟ والله العظيم ما اقول اسمه. انت قلت لي اسمه مش هقول اسمه والله. ماشي انا حلفت مش هقول اسمه. يا اسطى يا محترم، انت راجل الله ينور والمكنه الله ينور وتقفيلك محترم وكل حاجه. ليه بالترومبه؟ بصوا يا جماعه مرجع الدراع لحد فين؟ طب انا دلوقتي لو احتجت اوطي العربيه دي اوطيها ازاي؟ شيل الخرطوم ده كده. يعني انا دلوقتي حضرتك عاوز اوطي العربيه دي اوطيها ازاي؟ بص المسمار لازق في الكفه، والعربيه عمرها ما هتسحب وهتدخن وهتاكل جاز ومش هتمشي. حضرتك يا جدعان ابوس ايديكم بلاش لعب في الترومبه. والله الترومبه اللي انتم مستهونين بيها دي ممكن تدمر مكنه، ممكن. بس طبعا انتوا كصناعيه مالكوش ذنب، الزبون يستاهل. وبقول لك قدامه اهو، اللي الزبون لو جه قال لك لا مالكش دعوه بدي انت مش تعمل كده. يكون هو الزبون مفكر ان انت بقى ايه يعني هتخترع الذره. يا جدعان لا، خلي كل واحد بتخصصه. دي عربيه لسه جايه ايه؟ معموله من سنه. اخويا اهو عاملها بالك قد ايه؟ بقالي سنه. ايه اللي خلاك لعبت في الترومبه؟ نصيب. انا لسه ما فكتش، وانا عارف ان انا هفك هلاقي بلوه. انا عارف ان انا هفك هلاقي يا جدعان. طب
العربيه كده مشكلتك بعد ما عملت المكنه والميكانيكي حل لك الوش. ما بتمشيش 120 اخرها ولما خدتها من عندي اول مره كانت بتمشي كام؟ بتمشي كام يعني؟ 150 160. يا محمد امسك كده. طب بتمشي كام؟ بتمشي 150 و160. طب 150 و160 خدت الميكانيكي حل لك الوش ليه؟ المكنه اللي اتحلت بقى. طب المكنه اتحلت مالها ومال الترومبه؟ عراصي هو اللي حلها. طب تحب تقول له ايه؟ الله يسامحك حبيبي يا اسطى محمد بالله عليك ما تحل وش تاني. ابوس ايدك ما تحلش وشاش تاني، عشان انت كده عربيه بالمنظر ده هتاكل جاز وهتدخن ومش هتسحب. يا جدعان لما بتدوا جاز كتير للدبابه او الدينكس ما بتسحبش. الدبابه يشم الجاز يمشي، جاز كتير يخونها. عراي اسمه ده قالها لك تكارك لها، تحضر تكبس لها تولع. هنعملها لك وهنحاسبه وهيرجع يحاسبك، خلي بالك. ومعانا اخويا المحترم ده انا حاسس بيك، انا عارف انت بتنزل بس انا جاي لي منين؟ الله يبارك لك. انا ناطر يا باشا. ناطر بتاعتنا دي ناطر بتاعك. خلوه اخر زبون. كان ايه مشكلتك؟ الارض ما بتسحبش خالص، وزي ما تكون بتشد حاجه وراها. والله والله عامة ده كله قبل وفي بعد. تعال نعم هات لي الدراع بتاع العربيه الاموره دي، وادي برضه نفس الكلام، برضه حلينا ترومبه اهي. قرب كده، جاي لي منين يا وحش؟ من اسيوط. تمام يا جماعه، اقسم بالله الورد اللي انتوا بتحطوها دي ما بتنفع والله. اصبر يالا، هات يا عم خالد المجموعه بعد اذنك. والله الورد اللي بتحطوها دي، تعال انت هنا، ما بتنفع يا جدعان. كتر الورد في الدراع او شد السوسته بيخلي العربيه تهبط في المطالع ويخلي العربيه ما تسحبش. بصوا يا جماعه، ده دراع العموره دي، العموره جايه من اسيوط. تمام، بصوا كام ورده، ترمه محلوله اهي. تعالى يا صاحبي، انت كنت بتشتكي من ايه؟ قدامك اهو. انتوا تحطوا الورد وديزل مصر يشيل الورد. يا جدعان ما تفتكسوش وبطلوا اختراعات ما بتنفعش. ضفر التاكل من كتر شيل الورد. بص كام ورده، يلا نعد مع بعض، يلا نعد مع بعض. ادي 1 2 3 واهم ورده. بصوا كام ورده؟ ورده 12 يعني. بص اهي ورده 12 نحاس بتاعت لاكور الجاز اهي. اهي. ايه اللي بيحصل في عربيتك بقى يا هندسه؟ بتدخن ومكربله وما بتسحبش. اكيد يعني لو انت يلا حطيت الورد دي، اكيد لو هي تمام مش هيجيلي. اكيد لو هي تمام مش هيجيلي. يا جدعان بالله عليكم، اللي فاهم في حاجه يقول انا فاهم، واللي مش فاهم يقول انا مش فاهم. اللي ده بيضر بميزان ما بتحسش بيه دلوقتي، ولا انت ولا الزبون. وتبص تلاقي بعد شهر، بعد 2، بعد سنه، تلاقي الميزان بتاع العربيه اتاكل. تيجي تدور الصبح تلاقي العربيه كلها بتخربط في بعضها. تسخن تظبط شويه، تيجي راح داخل على مطب، والعربيه لما بتسخن تلاقي العربيه تبرجل وهتبطل. ايه اللي انت خانق الميزان؟ الورد دي غلط، كان الخواجه حطها. طب احنا بنعدل على الخواجه اللي هو الخواجه اصلا قافل على عربيته من جوه، او لامم الميزان ده عشان خاطر ما بيبيعش للزبون، بيبيع للشركات عشان هي اخرها 120. فاحنا هنا بنحب الجري، عايزين نمشي 160، فبنعمل التعديل. فاحنا بنعمل التعديل عشان خاطر يمشي. كون انت بتعمل له الورد دي انت بتدمره، يعني انت هنا بتدمره. يا جماعه بلاش ورد وبلاش ميكانيكيه يشتغلوا في الترمبات بالله عليكم، عشان اهو العينه باينه زي ما انتم شايفين. كان عندي من سنه وعملت له الترومبه ورشاك كان بيمشي 160. طب انت راجل بتعمر مكنه، ليه دخلت نفسك في قصه ترومبه وتحل الوش؟ احنا لسه هنحل وشها دلوقتي، بس انا مقدره بصراحه. يعني انا مقدره عشان ايه؟ بعد كده اما ايه يروح لحد هو صريح جدا. اما يروح لحد لا انا بلاش ترومبه. بلاش يا جماعه اي تخصص ترومبات روحوا له، مش شرط تجوا لي عندنا. عندك مشكله في الترومبه روح للتخصص بتاعها، عندك مشكله في المكنه روح للتخصص بتاعها. وطبعا زي ما انا اتكلمت مع استاذ منصور شوفيرليه، بعد اذن حضرتك غير لنا الارقام او غير لنا الحاجات اللي في المكن. يعني البيستم هو من اول 2016 او اول 2015 لحد النهارده هو البيستم، لحد النهارده هي الفواني، لحد النهارده هي الرشاشات، لحد النهارده هي الترومبه، لحد النهارده هو التربو. يعني اللي معاه 24 يغرم عمره مكنه وعمره ترومبه ورشاشات زي اللي معاه 2016. الزبون تعبان يا بيه، يا بيه الزبون تعبان. غير، نحط كل سنه في كل موديل عربيه رقم فوريا شكل، عشان انا لو معايا 24 هروح اشتري حاجه ال 24، معايا 22 هروح اشتري حاجه ال 22، معايا 2016 هروح اشتري حاجه ال 2016. ما يكونش ان بس يابا شيل البطاريه كلها. ايه يا عم في ايه؟ ارفع البطاريه وحط بطاريه غيرها. فدي طبعا الرساله دي متوجهه للاستاذ منصور شوفيرليه، بعد اذنك
كل سنه غير لنا الموديل، حتى برضه في الجامبو كل ارقام واحد. طب ما هو انت كده بتخلي التجار تلعب بينا، انت كده بتخلي التجار هي اللي تلعب بينا. لما يكون في كذا نوع وكذا رقم وكل عربيه بموديل رقم، يعني انت النهارده نزلت لي 2025، يا عم نزل الفونيا بموديل السنه، اعمل الفونيا بتاعتك بموديل السنه 24 25 26، يبقى كل الفواني حتى اسعارها تهدى. كل لما يكون الضغط كله على حاجه واحده بس. ما احنا النهارده الفونيا كانت بكام وبقت بكام؟ طقم الفواني كان ب 1600 جنيه، بقى النهارده بمبلغ وقدره. فحسوا بالناس عشان ربنا يحس بيكم، وتحياتي ليكم من مركز الفني خدمه الديزل، اصلاحوا وضبط ترمبات ورشات. ده قبل وانتظرونا بعد. هذا يا جماعه بعد ما قفلنا الوش، بصوا الدراع ده بقى المظبوط يا جدعان، مش الدراع يبقى نازل في المسمار من ورا. اوطي ازاي العربيه لو عايز اوطيها؟ هذا يا جماعه، والفرق طبعا شاسع زي ما انتم شايفين. ايه عايز تمشي؟ جرب على الضبع بقى وتعالى، مخليش حد يلعب لك فيها تاني الترومبه. احلى مسا على كل اخواتي. وهذا يا جماعه بعد الدبابه بتاعت الفراخ ما خلصت والدبابه الحمراء خلصت، على فرق بقى الدبابه البيضاء كان فيه برضه نفس الكلام ورد. تمام، تعالى يا صاحبي انزل. ايه رايك يا خال؟ طبعا انت ما جربتش عربيه، ايه رايك بامانه الله؟ صوت المكن. ايه رايك يا هندسه؟ انا اتفق يا شيخ. اه اقول لك من واحد غريب اسمه ايه؟ عم خالد. عم احمد؟ اخوك كبير. القصير اخوك كبير. هو اللي بعت لي بيه. تحت عمرك، مكانك تأمرني. اللي على النت هتلقى اسمك احمد ديزل ديزل. اخويا تحت عمرك. معايا واحد طب هو بعتك ايه رايك؟ او صارف 30000 جنيه اهو وجاي يلطم اهو. عايز يكون بتاعنا عنده وعايز من الصعيد. اللي انت عايز تحت عمرك يا باشا. ايه رايك يا صاحبي؟ تمام. زي ما شايفين مع العربيه، الله اكبر تبارك الله. والديمكس الثانيه اهي. طبعا دي الميكانيكي بوظ له الدنيا زي ما انتم شايفين اهو. فرحان اللي الدراع باظ مالين ولد. تعالى يا منوف انا اطري. وادي العربيه الثانيه يا جماعه خلصت اهي زي ما انتم شايفين. ايه رايك؟ الله تسلم ايدك بجد والله برضه عن كل حاجه انت كفايه ذوقك بس. مكانك يا باشا تأمرني، مكانك والله حبيبي تحت امرك تأمرني. طبعا يا جماعه الدراع الثاني محشي ورد، وادينا عمال نغير لنا نص دراع اهو. ودي عربيه دي صارفه 30000 جنيه عند بتاع طرمبات وجايه. طب انت صارف 30000 جنيه في ايه؟ يعني نفسي اعرف. تسلم يا صاحبي. انا عاوز اعرف انت صارف 30000 جنيه في ايه؟ تعالى يا صاحبي يا بتاع الدبابه ده. بص يا جماعه، دي عربيه جايه لي بيقول لك صارف 30000 جنيه، اللي انا طبعا وريتكم فيها الولد والكلام ده كله. 30000 جنيه في ايه؟ انا هروح اجيبهم موديل 25 عشان اصرف 30000 جنيه على ترومبه ورشات؟ لا طبعا، في حاجه غلط. هنعرف دلوقتي الدنيا فيها ايه، وهنكلم الراجل اللي اشتغله في العربيه ونعرف الدنيا فيها ايه.